مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا مشاهدي كايرو لايف قناة القاهرة 24 في كل مكان. نتواصل مع حضراتكم في لايف جديد. معانا المستشار مرتضى منصور هيكلمنا عن تفاصيل أول تعليق ليه بعد بيان النيابة العامة بشأن مخالفات أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر. يعني هنتكلم مع حضراتكم عن تفاصيل المخالفات وتفاصيل أول تعليق من المستشار مرتضى منصور مقدم البلاغ في الأصل بسحب الأرض. لا، ما دام سحب أرض لوجود المخالفات. لا، الأرض يوم 11/6 انسحبت. أنا بلاغي 17/8. تاني البداية مش مظبوطة. أنا مش أملك سحب الأرض ولا معالي النائب العام. أنا قدامي هم عملوا 11/6 عشان تبقى البداية صح. يعني 11/6 قرار المجتمعات العمرانية بسحب الأرض وإلغاء التخصيص. أنا بلاقي 17/8 بعد قد إيه؟ أكتر من شهرين. ليه؟ علشان الجرائم اللي ارتكبوها، المخالفات اللي هي إهدار المال العام. وقبلها طبعا كان في بلاغ بمناسبة زيزو، لأن أنا العرض كان عندي حوالي نص مليون، مليار 500,000 وسابوه مجانا. ايوه عندي وبلاغ قبليها بتاع حمامات سباحه، 3 حمامات سباحه ردموهم. ايوه في ملايين، وشالوا ارضيات الرخام والبورسلين واخد بالك، وركبوا بتاع الشوارع. لا، هم عملوا مصايب سوداء. تمام. فالارض ما بتسحبش من مرتضى ولا معالي النائب العام. تمام. من هيئه المجتمعات العمرانيه 11/6 حمله بدات من شهر ايه؟ من شهر 6 7 كمان. انت ماشي يعني. بدأها الاخ جوز لميس يقول النادي ده 500 مليون، يبقى انا ساب ارض محروقه ولا انتوا اللي حرقتوا الارض وخرقتوها؟ المهم يعني. فنرجع دلوقتي بيان النيابه بيقول انه في 780 مليون جنيه. هقول لك دلوقتي واحده. اتفضل. الحمله اتعملت مش على مرتضى منصور. الحمله اتعملت دي ضغط على الدوله وعلى معالي النائب العام ومعالي المحامي العام الاول الاموال العامه وعلى السيد رئيس النيابه. تمام. انا قابلته مره في البلاغ الاولاني، وبعدين لما طلبوا مستندات عملتها في صيغه بلاغ، مش بلاغ بقى، الحاقا يعني عشان الحاقا بالبلاغ. ايوه. ودي مناسبه بقى انهم قاعد يقول لك ايه، هو لما عرف ان الارض هترجع الاسبوع ده من الوزير ومن هشام نصر، لما طلع قال خلاص الارض هترجع، جري عمل بلاغ جديد. الاولاني اتحفظ. ما هو الاولاني ده اللي طلع في البيان. الاولاني ده اللي صدر عليه بيان النيابه العامه. ما هو مكتوب رقمه عندك يعني، ده اللي طلع منه البيان واخد بالك. المهم يعني، الدوله قالت لا انا ما بخافش، والنائب العام انا ما بخافش، والنيابه ما بتخافش. كل الحمله اللي اتعودت جبالي على الواد اللي اسمه الشادي على القرف ده كله واخد بالك، كل يوم حمله والارض واحنا مش غلطانين، لغايه ما طلع بيان النيابه العامه. وكمان بيان النيابه اكد ان هو سيحارب جميع بؤر الفساد. لا، ما هو بص، اوعى تراهن على انك هتخوف الدوله، واوعى مؤسساتها طبعا الدوله مؤسسات، اوعى تراهن انك انت هتخوف النيابه او القضاء. اوعى، اللي بيلعب اللعبه دي خسران. محدش فوق القانون طبعا يا باشا. هو الحمله اتعملت مش على مرتضى ولا على تامر عبد الحميد، الحمله اتعملت على معالي النائب العام ورئيس النيابه والمحامي العام عشان يخافوا ويحفظوا. وكمال شعيب يطلع واصل مش عارف. اعتقد ان معالي النائب العام او نيابه الاموال العامه العليا ايا كان مصدر هذا البيان المحترم وضح. اول حاجه انت خدت مهله، واثنين اولا 2020 دي اخرها كنت انا مشيت. تاني مره انا رجعت 2022 في شهر فبراير على ما اعتقد واخد بالك، جيت لقيتها برضه الارض متاخده من لبيب. زي ما ارض مرسى مطروح اتاخدت من لبيب لما كان في اللجنه. زي ما دلوقتي عايزين يبيعوا ايه؟ شارع الملك فاروق. ايوه. اللي اتقدر قيمته ده من 5 سنين بمليار، عايزين يبيعوه بكام؟ ب 150 مليون جنيه. هو في كده يا جماعه؟ المهم ايه بقى الجرائم اللي ارتكبوها؟ انا هقول اللي في البلاغ، انا ماليش دعوه النيابه بتقول ايه، انا هقول بقى اللي في البلاغ. نمره واحد
الارض دي مخصصه من 2003 كما ورد في البيان. كما ورد في البيان انك تعملها حاجتين: نادي اجتماعي زي ما النادي الاهلي عمل فرع في زايد وعمل فرع في التجمع. ايوه. اعملها نادي. 2 استاد. 2 تعملها ايه؟ استاد. ما ينفعش تعملها حتى مجلس وزراء، ما ينفعش. انت واخدها الدوله مخصصها لك علشان تعمل نادي للاعضاء واستاد للجماهير. تمام؟ وعشان تغير التخصيص لازم هي الارض دي ملك مين؟ ملك الدوله. ملك 2: الدوله وملك الاعضاء الجمعيه العموميه. انت لا خدت موافقه الدوله ولا خدت موافقه ايه؟ اعضاء جمعيه عموميه. انت واحده كده قامت في دماغك انت مجنون؟ دي بلد ليها قانون. فالمهم اللي حصل بالظبط انه خدوا حوالي 30 فدان وباعوهم. عملوا شركه اسمها زد، مش عارف اسمها زد ايه كده، واخد بالك؟ مين الشركه دي بقى؟ عمرو الجنايني اللي خرب النادي قبل هنا شويه وهنا شويه. والشركه القابضه للنقل. حتى بيان معالي النائب العام قال لك في ناس ما لهمش علاقه بالرياضه، اللي هي الشركه القابضه للنقل يعني. والنشاطات بيان النائب بيقول النشاطات كمان اللي اتعملت غير ملهاش علاقه بالرياضه. يا باشا وبيع وحدات سكنيه. فالمهم يبقى اول حاجه انهم تقاعسوا عن البنى. في بنت اسمها شاديه كده بتطلع. الارض دي اتخذت من مرتضى منصور مرتين، فطلعت له 2013 كان ممدوح عباس 2020 كنت انا مشيت، انا ماشي في شهر 11. والمره الثالثه كان لبيب 21 وانا لما رجعت رجعتها. فلما لقى كده واتكسف قال لك ايه؟ طب هو ما هو من 2014 ل 2020 عمل ايه؟ اقول لك عملت ايه؟ ف رحت قابلت سيد وزير الاسكان، كنت عضو مجلس نواب ايامها، وطلب بصفه شخصيه كعضو مجلس نواب مش كنائب رئيس نادي. خدت ال 129 اللي هم دلوقتي موجودين، انا اللي جايبهم مش كمال درويش. انا اللي جايبهم. المهم اللي هي من 2003 اللي هي تم انا موافقه عليها 2003. انا جبتهم. وبعدين 2013 اتاخدت من ممدوح عباس عشان ما كانش بيدفع اقساط. هو انت بتدفع اولا الدوله مدياك الارض دي المتر ب 50 جنيه. وهو ايامها كان المتر تقريبا ب 8000 يعني شو بدها يعني خفضت لك. احنا كل اللي دفعناه 223 تقريبا مليون يعني. يعني في تسهيلات كبيره من الدوله. طبعا طبعا. ف اول حاجه انا عملتها يعني ايه ارض ما فيهاش عقد. عملت عقد انا بصفتي رئيس نادي الزمالك 2000 في شهر 4. انا جيت في شهر 4 اعتقد شهر يونيو 2014. عملت العقد. وبعدين جبنا مهندس استشاري دكتور نبيل حراس. ده بيعمل ايه بقى؟ رسومات هندسيه مدنيه يا شاديه الاستاد ونادي كبير. قعد 2 سنين الراجل. وبعد ما خلص قال لك لازم نبعت نعمل امر اسناد لاحدى كليات الهندسه عشان تشوف التربه صالحه للبنى ولا لا. كلام كله مظبوط، شغالين يا شاديه. قعدت تفحص الارض دي كلها، نشوفها حته حته. بعتت لنا تقرير انها صالحه بعد حوالي سنه. السنه اللي بعديها دخلنا الكهرباء والميه والصرف الصحي جوه. كل دي اجراءات انت بتاخدها. 2019 طلعنا 16 رخصه. الرخص دي بتتراجع، قعدت تيجي سنه ونص تراجع لغايه ما حصلنا على 16 رخصه. الاستاد والنادي من جوه. عرفت يا شادي احنا كنت بعمل 20 في الوقت اللي ممدوح عباس اتاخدت منه الارض عشان كان عليه قسط ما دفعوش. خلي بالك ما دفعوش. تمام؟ ده الدوله عملت معاهم اللي ما حد عمله. فانا جيت كان عندي قسط في مايو 2020 وقسط الاخير في مايو 2021 تقريبا يعني بعدها بسنه. دفعت القسطين. امتى بقى؟ في مايو 2020 قبل الميعاد بسنه. خلاص انا كده بقى
خدت موافقه من السيد وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي ان احنا بالامر المباشر اللي تاخد موافقه الوزير نسندها لاحدى شركات المقاولات التابعه لاحدى الجهات السياديه المحترمه. دي كلها اجراءات هي شاديه. جينا بقى في شهر 11 يعني روح يا مرتضى، روحت شكرا. انتوا جيتوا بعدي بقى خلاص. انا بعديها لما خدت حكم ورجعت اتحبست واتعزلت، واخد بالك، ومع ذلك كنت باخد اقل سنه 7 8 بطولات. المهم يعني فدي اجراءات كلها. فانت انا مسلمك الارض جاهزه انك ابني بقى خلاص. راح عامل واخد 30 فدان، هتلاقي في البان مع معالي النائب العام 129 فدان الارض، 129 وشويه 7 قراريط تقريبا. فيبقى انا اللي دافع، انا اللي جايب الرخصه كل ده. يطلع هشام بيقول لك ايه؟ فخدوا حوالي 30 فدان باعوهم، عملوا ايه بقى؟ شركه اسمها زد ام سي معرفش ايه كده. طب انت عامل شركه مثلا هنقول شركه الاهلي للكوره، لازم الاهلي يبقى طرف فيها. صحيح. مش فاهم انا، مش يبقى الاهلي طرف؟ مش اسمها الاهلي للكوره، الاهلي للانشاءات طرف فيها. هم عملوا الشركه دي زد معرفش ايه، الزمالك مش طرف فيها. امال مين طرف فيها؟ 4. عمرو الجنايني البنك التجاري، وحسين لبيب زوجته الفاضله بتشتغل في البنك التجاري معاهم. محمد الاتربي بنك الاهلي ثم بنك مصر ومصر ثم الاهلي. كان في بقى عامل، انا لو انت ماشي في جامعه الدول العربيه تلاقي مبنى عالي كده اللي جنب الجامع ده كان فندق للعيب، وكان عامل لهم مدخل من جامعه الدول العربيه. خدوا عملوا بنك، وهو في اللجنه لما كان في اللجنه مع نبيل خدوا وعملوا بنك. حاجه يعني تقرف يعني. ويبقى بنك مصر، بنك الاهلي، البنك التجاري، دي كلها اموال عامه. والشركه القابضه للنقل، اعتقد ان الفريق كامل اللي بيقول لك الدوله ضدنا كان عايز يساعدهم باي حاجه. طيب انت بقى بعت هو البيان بيقول لك باع، هو لا احنا استثمار وحدات سكنيه. فهو باع وحدات سكنيه من غير ترخيص. يعني الترخيص اللي انا واخدها نادي واستاد، انت بتبيع بقى وحدات سكنيه ازاي؟ واخد بالك، من غير حتى ما تاخد ترخيص بناء يعني انا دلوقتي ارض فاضيه قدامي اهي، ينفع صاحب الارض الفاضيه يبيع لي شقق قبل ما ياخد الترخيص بتاعها؟ وده اللي النيابه العامه قالته يعني. المهم يعني، وجمعوا 780 مليون. لازم نعرف ما هم جمعوهم من مين؟ ما ده مال عام. خدوهم من مين؟ بنك مصر، البنك الاهلي، ما هو دول اللي باعوا لهم. ايه بقى؟ عام. تمام. لكن لو كانوا هم واخدينهم من محمود الجمال ده مال خاص نصبوا عليه. تمام؟ من طارق يوسف نصبوا عليه، انما ده مال عام. عشان كده الدوله قالت لك ايه هنا في البيان؟ مال عام. مال عام. اهدار، تهمه اهدار مال عام. يبقى اول حاجه انهم تقاعسوا في البنى، خدوا كذا مهله. تاني حاجه غيروا التخصيص. قال لك احنا معانا موافقه هيئه المجتمعات. يا ابني ما هو لو انت بتقول نص الكلام، قال لك ايه؟ بشرط الحصول على موافقه السيد رئيس الجمهوريه. انت لا موافق ولا بتاع، رحت رايح بقى بايع. طيب انت عملت حساب خاص لانك حرامي يعني، عملت حساب خاص. الحساب الخاص ايه بقى؟ باسم واحد اسمه احمد فؤاد الوطن، اللي هو مين؟ محاسب ممدوح عباس. الفلوس تيجي، الملايين دي تيجي تتحط في الحساب ده. المفروض انت بتقول للنادي الملايين دي تتحط فين؟ في حسابات النادي، مظبوط كده؟ في البنوك. لا، حاطينه في حسابه الخاص. حتى طب انت دلوقتي عايز تراقب المال ده راح فين؟ ما هو انت دلوقتي غير خاضع للجهاز المركزي للمحاسبات. ليه؟ لان ده حساب خاص. طب ما انت حساب النادي موجود. طيب 780 مليون بقى، النادي استفاد ايه؟ جبت لعيبه ايه؟ خدت ولا الهوا؟ زيرو. يعني انت قليل ادب. تعالى بقى احنا عايزينك لانك قليت ادب اكتر من ده. يعني حرامي وقليل ادب؟ يعني انا شايف حرامي. هات يا ابني حاجات السنتين دي من الحمل الرصيد. لا مش هديها لك، لا 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 انا هشتكيه. يا ابني انت حرامي. فالبيان في اخره قال لك ايه؟ ان ضرب ببؤر الفساد لا خلاص ده اساس. انا عايز اقول
يعني نبقى لا تشكر يعني انه البلد بتتطهر. تنويه قانوني: المحتوى المعروض في هذا الفيديو لا يعكس بأي شكل من الأشكال آراء القناة أو مسؤوليها. القناة غير مسؤولة عن أي تصريحات أو محتوى يتم ذكره في الفيديو، وجميع المسؤوليات القانونية تجاه أي شخص يتم الإشارة إليه تقع حصريا على المتحدث أو صاحب التصريح في الفيديو.